خش يا فالح اللي جاب لنا الكلام على طول. وانا اذنبت ولا اذنبت يعني؟ امال لو كنت طلبت منه طلب كبير كان عمل لي ايه؟ ولا حاجه، طلب كبير طلب صغير كله محصل بعضه، لا هتشوف الصغير ولا هتطول الكبير. لا مش للدرجات دي برضه يا جلال، مش معقول ابونا يكون في ايديه سعادتنا ويتاخر عننا، هو اللي ظروفه ضيقه. ضيقه؟ انت اللي مخك ضيق. ازاي بقى يا فالح وكل حاجه كانت قدامنا اهو على الطبيعه؟ لا طبيعه ولا كيمياء يا دوسه، اسكتي اسكتي، اصلك ما تعرفيش حاجه خالص. هو ايه اللي انت بقى تعرفه يا متر واحنا ما نعرفوش؟ اكبر منك بيوم يا كابتن يعرف عنك بسنه، وانا اكبر منك ب5 سنين، شوف اعرف عنك بكام سنه بقى. انت هتذلنا. انت عاوز تقول ايه يا جلال؟ انا لا بقول ولا بعيد يا دوسه، انت مش دخلت جبت الفلوس بنفسك؟ ايوه. خلاص يبقى كفايه عليكي كده خالص. جبتها بايديا وعديناهم كلنا. اه صحيح، الواحد مش مصدق اللي هو مسك 130 جنيه بايديه، انا متهيألي الواحد ما يغسلش ايديه الا تروح منها ريحه الفلوس. طب اقعد يا فالح، اقعد واطمن خالص واغسل ايدك وما تخافش، بكره تمسك ميات والوفات كمان. ايه؟ والوفات؟ ازاي بقى يا فالح؟ وكل هم اللي عديناهم هم 530 جنيه. اديك قلتيها بلسانك، كل اللي عديناهم مش كل اللي شفناهم. قصدك ان بابا معاه اكتر من 500 جنيه؟ 500؟ ده انت على نياتك قوي يا دوسه. انسي بقى موضوع الميات ده خالص واتكلمي بالالوفات. ألوفات؟ معقولة يا جلال؟ ألوفات ده ايه يا متر؟ انت بتخرف. بكره صدقوني لما تعدوها بايديكم وتشوفوها بعينيكم، ما تستعجلوش، كل شيء باوان. الكلام ده بقى تقوله لنفسك ولا تضحك بيه على العيال، مش ليا انا. ألف ايه يا حكمة؟ دول يا دوبك يزيدوا على 500 100 ولا 2. يا سلام، طب قول 3000 4000 5000. 5000 طب يا ريت. امال معاك كام؟ هم يا دوبك 1000 ولا 2 بالكتير. يا سلام بس كده؟ ايوه بس كده. يا راجل ده انا عجناك وخبزاك، دي عشرة 30 سنة. طب عينك في عيني كده يا عوض. اهو يا حكمة. عينيك كلها كذب ولوع. وانت عينيكي كلها سحر والدلع. ايوه يا اخويا، بلعني بقى بلعني. ايوه يا حكمة يا كتكت، انت بتاع زمان. ما كل اللي شالوا ده لمين؟ ليكي ولولادك. ولادي خلاص استووا على الجنبين، وعلى رأي المثل احييني النهارده وموتني بكره. مش احسن ميجي بكره ولينا ملط، وساعة ما تقدم عريس لبنتك يلاقينا مستورين، بدل ما بدي ايدي اللي يسوى واللي ما يسواش عشان جهازها. يعني اللي انت شايله ده عشان جهازها؟ طبعا يا حكمة، ولا يعني غاوي احط القرش عليش. طب بكره نشوف هتعمل ايه. هتشوفي الهنا والسعد، اصبروا بس عليا شويه لما اكون نفسي. 30 سنه لسه هتكون نفسك؟ ما خلاص بقى يا حكمة، اديكي فهمتي الفوله ومصير الفلوس دي لمين؟ ليكي ولولادك. ايه بقى؟ ايوه جاي جاي حاضر يا اللي على الباب. لا اله الا الله. الله، جري يا سنجاتي، انت مش معاك مفتاح الشقه؟ هفتح ازاي بس يا بيه؟ ده انا يا دوب طولت الجرس بطرف صباعي. ما شاء الله. وايه اللي انت جايبه ده كله؟ الخضار المطلوب. بس انا ما طلبتش غير خرشوف وبس. لقيته دبلان وصغير وغالي. تاني انا جاتي موضوع الغالي والرخيص. اصل انا بصراحه بقى يا بيه ما اعرفش اعمل خرشوف. انا راجل لا مؤاخذه بتاع صينيه بطاطس، دقيه باميه، حله ملوخيه، حله رز، انما الخرشوف ده عقده شويه. قصر الكلام، جبت ايه وهتعمل لنا ايه؟ 5 كيلو بطاطس. هتعمل 5 كيلو بطاطس؟ لا يا بيه لا مؤاخذه، ده خزين البيت ما يستغناش عن البطاطس ابدا. طيب في ايه تاني غير البطاطس؟ 2 كيلو باميه. ايوه كويس، اعمل لنا باميه. هتاخد وقت يا بيه، دي لسه هتتنضف وتتقمع. امال بس جايبها ليه يا نجاتي؟ جايبها بقى لا مؤاخذه تسالي ساعه عصار. لا اله الا الله. المهم خلصني، هتعمل لنا ايه؟ حله لوبيا وشويه رز. طب ما تعمل الملوخيه دي؟ لا دي لا مؤاخذه بتاعت الطلبه. غلابه بيها هعمل لهم حاجه سخنه يجوا يلاقوها وكله بثوابه. انت ناوي تطبخ للطلبه كمان؟ يا ساعة البيت والعيال متغربين وغلابه، وانا بعمل لهم حاجه كده لله في الله. صراحه بقى انتوا غلطانين في حكايه شقه الطلبه دي يا نجاتي. ليه بس يا بيه؟ دي عماره محترمه وكلها عائلات. ما هو برضه طلبه ولاد عائلات يا بيه. لا برضه لا. وجود شبان عزاب في العماره شيء ما تعودناش عليه. دول عيال طيبين يا بيه وصوتهم ما بيطلعش ابدا. مين عارف، يمكن اللي ما بيطلعش النهارده يطلع بكره يا نجاتي. الا دول يا بيه، دول عيال في حالهم ومنكسرين.
ما علينا. شوف بقى يا حبيبي هتعمل لنا ايه؟ اوامرك يا سعاده البيه. على فكره يا بيه، الخضار قطع 12 جنيه. وماله؟ وانا من امتى بحاسبك يا نجاتي؟ معلش يا بيه، لازم تعرف برضه دي امانه في رقبتي، والمال مالك برضه. على ايه يا عم؟ العمليه كلها ملاليم. الا الخضار بقى مولع نار بجنيهات مش بملاليم. وعلى فكره يا بيه، يا ريت تبقى تجيب لنا معاك وانت جاي المره الجايه من العزبه شويه خضار مشكلين. يا عم الحكايه ما تستاهلش. يلا يلا لم الحاجه بتاعتك دي وشوف بقى هتعمل ايه في عرضك. دقايق وكل شيء يكون جاهز، عشان برضه بالمره الحق اعدي على الطلبه اعمل لهم حاجه قبل ما يرجعوا. نزل رجلك يا اخويا، نزل رجلك. يا اخوي السلام عليكم وانت داخل. السلام عليكم. خف ايدك شويه عن ازازه الكولونيا. انت قيحه قوي يا ساتر. انت معاك ايه في الكيس وانت ده؟ مالك يا اخي؟ انت كل حاجه لازم تعرفها. وانت في حد بيعرف عنك حاجه ابدا؟ انت حشري قوي. نجاتي انت يا زفت. ايوه منور يا سعاد. منور يا زفت. كنت فين يا اخويا؟ كنت في شقه الطلبه. شقه الطلبه. ما انا جبت لك فيها خيمه عشان تنام في ظلها. ظلها ايه وحرها ايه بس يا سعاد؟ انا كنت بطبخ لهم لقمه على ما يجوا. تطبخ لهم شويه شويه يا اخويا، هتديهم دروس خصوصيه. دول غلابه يا سعاد، بعمل لهم لقمه تقوتهم بس محبه والله. محبه يا حنين يا اللي بتشتغل بالود والحنيه يا اخويا. محبه. يا عم نجاتي الفيلم هيشتغل امتى؟ لسه يا بنت لسه. لسه دلوقتي الساعة 3 والفيلم ميعاده 2:30. طب يلا اطلعي دلوقتي بس يلا وبعدين تعالي هتغيري. تعالي يا شط، تعالي يا حبيبتي تعالي. فيلم ايه يا حبيبتي؟ بتاع فريد شوقي. فريد شوقي. ايه موضوع الفيلم ده؟ ابدا يا سعاد، ده فيلم دراما وكله عبر. عبر ولا ايه؟ ايه حكايه الفيلم؟ الفيلم اللي بيجي في التلفزيون يا سعاد. وانت مالك ومال التلفزيون؟ اصل هو عم نجاتي اللي بيشغلها لنا. انت قاعد بتشتغل مذيع في التلفزيون من ورايا؟ مذيع ايه ده؟ هو عم نجاتي بيشغله في الفيديو. ايه حكايه الفيديو دي يا اخويا؟ ابدا يا سعاد، انا اصلا عندي فيديو وساعات كده بشغل لهم فيلم ولا اتنين محبه يعني. محبه يا حنين. جبت منين الفيديو؟ تاخد منهم كام؟ ما باخدش منهم لا حاجه. بتاخده كمان، ابويا بيحاسبك بالشهر. بالشهر؟ الله الله الله، الشغل ماشي من ورا ظهري من زمان يا حلو. ارتحت يا اختي. طب اتفضلي غوري من وش بقى يلا. تعالى غوري من وش بقى. تعالى. ايه حكايه الفيديو ده؟ ابدا يا سعاد، ده مش بتاعي لوحدي. امال بتاع مين؟ ده بتاعنا يا استاذ فوزي. فوزي؟ انت يا زفت. انت يا اخويا اصحى، هتعمل لي نايم. اصحى يا اخويا. في ايه يا سعاد؟ في مصيبه، في كارثه. عملت ايه تاني؟ هو اللي عمل ده، انت اللي عملت معاه كمان. انا عملت ايه؟ ايه حكايه الفيديو دي؟ فيديو مين قال لك؟ انت عارف؟ عرفت كل حاجه. بتشغلوه بكام؟ ملاليم يا سعاد. ملاليم يا اخويا. عاوز اعرف بكام. هتستغفلوني؟ لا قادر هجيب لكم البوليس واوديكم في 60 دقيقه. لا بلاش فضاحة، البوليس. الشارع. البوليس بلاش في 60 دقيقه البوليس. استر يا رب بالفضايح. لازم اجيب البوليس. بلاش فضايح، بلاش. الكيس ده فيه ايه؟ انت مالك انت يا واد؟ انت هتتوهني يا واد. ايه يا اخويا حكايه الفيديو بتاع الروايه دي؟ ولا حكايه ولا روايه يا سعاد، ده مشروع كده عاملينه على الضيق ولا مؤاخذه. جبنا جهاز فيديو قديم وركبنا عليه مكنه مرسال. مرسال؟ ايه مكنه المرسال دي؟ دي مكنه سعاد ركبوها على جهاز الفيديو، يعمل مرسال بينه وبين التلفزيونات. نجيب احنا بقى الفيلم ندخله مكنه الفيديو يشتغل يوري سكان العماره كلها. وتدوروا انتوا بقى تلموا من سكان العماره كلها، صح؟ ولا بنلم ولا حاجه يا سعاد، احنا يا دوب بنجيب اجره الفيلم ويا بخت من نفع واستنفع. احنا بنأجر الفيلم بجنيه وبناخد من كل شقه نص جنيه اعمى. من 10 شقق؟ لا من 8 بس. سفاخري عنده الفيديو والطلبه ما عندهاش. يعني بتلموا كده حسبة كام في الشهر؟ يعني 90 جنيه. محسوبة. يبقى لي 30 جنيه كل شهر وانا داخل معاكم شريك بالتلت. ومال يا اخويا ايدك بقى على 500 جنيه حلو. بتوع يا حلو. احنا جبنا الفيديو ده ب 1500 جنيه على 3 يخص 500 حلو. ما انا دفعت يا حلو. لمين يا حلو؟ سكان العمارة يا حلو. انهي سكان عماره حلو؟ عمارتي. السكان دول بتوع مين؟ مش بتوعي. ايوه بتوعك. والعمارة بتاعت مين؟ بتاعتك. مش بتاعتي. لما السكان بتوعي والعمارة بتاعتي كنت هتشغلوا المرسال ده ايه؟ على الهو؟ لا طبعا. خلاص. يبقى انا الشيك بالتلت ومن اول كل شهر 30 جنيه. والكيس ده في ايه؟ اوعى ايدك. بلوشي.
مساء الخير يا زينب. مساء النور يا سي جلال. يا ترى عطا موجود؟ ايوه موجود، اتفضل. وعم فوزي برضه موجود؟ لا مش موجود، بس ما انتش غريب. خش خش. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واد يا عطا، انت يا واد. عايزه ايه من عطا؟ ده يا واد، انت نايم على ودانك ولا ايه؟ الاستاذ جلال وصل. اهلا يا استاذ. اهلا يا سعاد. احنا هنبتدي النهارده ولا ايه؟ طبعا. طب ما نخليها اليوم السبت يكون حضرتك رايق كده. يا واد يا واد، هو الاستاذ فضيلك سبت ايه وحد ايه؟ امشي تجرع كتبك يلا. ما تقوليش واد طيب. معلش يا استاذ جلال، اصله متدلع شويه، حيله بقى. وماله يا ست حق. بس لو عمل لك حاجه قول لي وانا اكسر لك دماغك. لا يا ست ربنا لا يجيب تكسير ولا اي حاجه. عايز الفرنساوي ولا الرسم ولا ايه بالظبط؟ ايه يا عطا انت هتستعبط ولا ايه؟ هات الفرنساوي طبعا. فالح عجبتني يا استاذ جلال. اتفضلي يا زينب. وريني يا سيدي عندكم ايه السنه دي؟ ما كله قرف في قرف. قرف ايه يا عطا؟ حد يقول على التعليم قرف برضه؟ هما بيعلمونا ليه؟ انا عايز افهم. ما يسيبوا كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. انا زي كابتن لطفي حبيبي. كابتن لطفي ايه؟ عايزك تفضلي دماغك من الكابتن لطفي ومن الكوره خالص، فاهم؟ حاضر. وبعدين موضوع الدرس ده مش عايز حد يعرف عنه حاجه. ولا كابتن لطفي؟ ولا الكابتن لطفي بالذات. اهلا سي جلال، اهلا يا وسهلا. عم فوزي. انا اخد بقول ايه النور ده كله؟ ربنا يخليك يا عم. مستريح، اهلا وسهلا. ايه عامل ايه معاك عاطف؟ اهو لسه بنبتدي اهو يا عم فوزي. لا انا عاوزك تخلي بالك منه وتملص له ودانه، ما يهمكش، المهم ان اشوفه افوكاتو زيك. لا ان شاء الله لا تمليس ودان ولا حاجه، عطا مش صغير وراجل قد الدنيا، مش كده ولا ايه يا عطا؟ طبعا يا استاذ، وان شاء الله هتلاقيني راجل. بيض وشنا مع الاستاذه عطا. يا بابا ما تقلقش انت. ان شاء الله خير يا عم فوزي. طيب اسيبكم انا مع بعض بقى. اديني يلا بقى. انت لسه ما جابلكش الشاي ولا ايه؟ ملوش لزوم يا عم فوزي. ملوش لزوم ده ايه؟ معقول الكلام ده؟ يا زوبه يا ام زوبه. ام زوبه انتوا لسه ما عملتوش شاي لجلال؟ لا يا اخويا لسه. معقول الكلام ده؟ قومي قومي يا زوبه، انت بالعجل اعملي الشاي يلا. حاضر يا بابا، بس بشوف الفستان ده. مش وقته انت الاخرى. وانت يا شرح ما تخليش الحاجات دي تبقى تفوتك. يوه، هو جلال غريب ده لسه جاي من 5 دقايق. ولو اول ما يخش تعملي الشاي والاحترامات واللازم منه، ده واجب انشراح. ده جلال ابن عوض، يكونش ابن اللي بارم ديله. بكره هيبقى ابن بارم ديله وشنبه كمان، بكره هيبقى وكيل نيابه قد الدنيا ويمكن يبقى قاضي كمان. قاضي؟ ايوه قاضي. ابن عوض قاضي؟ ايوه ابن عوض هيبقى قاضي، معاه شهاده كبيره قد كده ووظيفه قد كده ومال قد كده. الله. مال؟ الله. منين يا اخويا المال هيجيبه؟ ده ابوه مقرط على الدنيا. وابوه هيقعد له طول عمره مسير ويتزحلق ويتكل على الله ويسيب له المال المتلتل ده قد كده طول متلتله، وعلى راي المثل مال الكنزي للنوزعي. ده على كده الواد جلال هيبقى حاجه كبيره قوي. طيب نسيبه بقى لما يكبر ويلوف على غيرنا، ولا ناخده في حضننا وهو لسه صغير وتبقى بجميله؟ قصدك ايه يا اسطى؟ قصدي ان المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، بدل ما يجي واحد ياخدها لا نعرف اصله ولا فاصله ويتعبها معاه. عندك حق، ده على كده الشاي بقى لوحده ما ينفعش، اقوم احط له حتتين بسبوسه من اللي قلبك يحبها. يلا بالعجل شهيلي. واسمعي عيني، ما تنسينيش انا كمان في حته. الخير والبركه انت. ايه ده؟ بتتفرج على ايه؟ اتفضل يا سي جلال. الله الله الله، ايه ده كله يا زينب؟ دي حاجه بسيطه، بسبوسه فضلة خير. كل بقى يا استاذ، خلينا نريح شويه. نريح ايه يا عم عاطف؟ احنا لسه عملنا حاجه؟ كل ده ولسه ما عملناش. اتفضل يا سي جلال، شوف كده الشاي شكرا يا زينب. علشان السكر. ها مظبوط ولا اجيب لك معلقه؟ لا مظبوط قوي يا زينب. طبعا يا اخويا لازم يكون مظبوط، مش زوبه اللي عاملاه. ازيك يا سي جلال؟ ازيك يا ام زينب؟ ازيك انت يا اخويا؟ لا وايه، زوبه عليها عمايل شاي ما اقولكش، ده ابوها ما يحبش يشرب الشاي الا من عمايل ايديها. طبعا ابن الوز عوام. لا وز ايه بقى، ده الوز والبط اهو كله حاجه كده على الموضه. ده عليها نفس في الطبيخ يا سي جلال احسن من نفسي. يوه مش قوي كده يا ماما، ما تكسفنيش بقى. ايه ما تكسفنيش وهو جلال غريب، ده جلال اعز الحبايب. طبعا يا ام زينب، مش عشرة عمر. الا هتقولي ده انا لو لفيت الدنيا بحالها ما لاقيش ناس زيكم. حنيه قلب امك وطيبه ابوك. انت هتقولي لي؟ ولا المحروسه اختك فردوس، ساعه ما بشوفها بصراحه كده يا سي جلال قلبي بيتشرح، كاني شفت زوبه بنتي جميله زي زوبه بالظبط، ومتربيه وست بيت زي زوبه بالظبط. ولا كابتن لطفي حبيبي، ده بقى الكوره مربوطه في رجله على طول وبيشوط شوطه زي الصاروخ. ايه يا سي لطفي؟ مالك متايس كده ليه؟ لا مفيش حاجه. بقول لك يالا، احنا معادينك معانا عشان تروق مزاجنا، مش عشان تقرفنا.
جاتك القرف في شكلك. شيش ياك يا حلو. شيش دو يا حرامي. شبه الشيش ياك. بقول ايه؟ هنعمل ايه في رحلة أسوان؟ أنا قلت لأبويا وهيطلعني. انا قلت لامي وهتدفع لي الاشتراك. يا حبيب ماما، بقول لك ايه يا لطفي، هتعمل ايه؟ انا هستناكوا هنا لما ترجعوا وابقى اتفرج على الصور. وده كلام؟ هي الرحلة يبقى لها طعم من غير سي لطفي؟ والله بقى يا سي حماده اللي عاوزني يدفع لي. ايه يالا؟ ندفع لك 30 جنيه ولا ايه؟ ايه يعني يا سي علي؟ انا مستعد ادفع 20 جنيه ويجي معانا. ايه يا حماده؟ اهو بدل ما ندور على حمار يشيل شيالنا. يا سي حماده بقى، انت هتلبخ فيا على طول ولا ايه؟ يا جدع بنهزر. انا مستعد ادفع له 5 جنيه. ويبقى انا عليا ال 5 جنيه اللي فاضله بقى. كده بقى مالكش حجه. طب بقول لك يا سي حماده، ما تديهم لي احسن، بلا رحله بلا نيله. لا يا حلو، الشرط نور، ندفعهم من الرحله يبقى تروح الرحله. قلت ايه؟ ماشي يا عم. بقول لكم ايه؟ تيجوا نشرب دور شاي؟ نشرب ما نشربش ليه؟ طبعا، انت هتدفع حاجه من جيبك؟ بقول يا حماده، ما تيجي ناكل لنا لقمه كده قبل الشاي؟ اصل انا حاسس اني جعان. ناكل. قوم يا لطفي هات سندوتشات. هتاكلوا ايه؟ فول وطعميه. انا هناكل ايه يعني؟ كل واحد ياخد له سندوتش كده تصبيره يعني. امسك واحد فول وانا هات لي واحد طعميه. خد هات لي طعميه وشوف تاكل ايه. انا هاكل 2. واحد فول واحد طعميه. ليه بقى؟ ما شويه ونروح نتعشى. اصل انا مش هتعشى. ليه يا اخويا؟ اصل انتوا هتروحوا تتعشوا، لكن انا يمكن اروح الاقيهم نايمين. حلو. بتعمل ايه عندك يا عم؟ لا ابدا، اصل ايدي عسل بشوفها. يا دوسة. نعم. يلا يا اختي العشاء. حاضر يا ماما. وده مين ده بقى السعادي؟ شوفي مين يا دوسة. حاضر. مساء الخير. اهلا وسهلا. حماتك بتحبك، يلا تعالى اتعشى بقى معانا. لا انا اتعشيت انا. اتعشيت فين؟ اتعشيت عند واحد صاحبي. اهلي اصحاب ولا بلاش؟ طبعا اذنكم. اتفضل. ايه ده؟ هو ماله العسل النهارده يا ماما؟ مال؟ عامل زي ما يكون عليه ميه يا بابا. ميه؟ دول ميه ازاي في البلاص؟ والله صحيح يا عوض العسل صايص. جايز بقى البياع ابن الحرام غش وحط عليه ميه، حتى العسل بيغشوه. جايز اهي العيشه كلها بقت غش في غش. معقول. صح. ده الواد ايه يا اختي. طيب بس يا واد. على ايه؟ بونسوار. كويس قوي ان انا لحقتكم على العشاء. ما تتعشيش بره الطريق ليه؟ هو هتعشى مع مين؟ مع اصحابك، ولا انت مالكش اصحاب؟ لا ليا بس ما بيعشونيش. بعد كده ابقى استنضف اصحابك. حاضر. ايه ده؟ العسل عامل كده ليه؟ كل وانت ساكت. كل. حاضر. كل يا فخري بيه، كل يا اخويا، الف هنا وشفا. ما انا باكل اهو وانا ملاحق. المهم كل انت يا حبيبي واكل مراتك. اكلين وشاربين ومتنعمين في خيرك يا سي فخري بيه. ما تقوليش كده يا وداد، ما تقوليش كده. رياض اخويا وانت مرات اخويا، ومالي مالكم وارضي ارضكم. ده انا بعتبر نفسي ضيف عندكم. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخويا؟ ده احنا اللي ضيوف عندك يا اخويا. الله يخليك. ربنا يخليك ليني ولا يحرمناش منك طول العمر. الله يكرمك. اتفضل يا سي فخري بيه. ايه ده؟ اتفضل من ايدي. لا مش معقول. معلش من ايدي. كتير يا وداد. بالهنا والشفا اتفضل. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا سلام. الله الله يا وداد. حقيقة بقى انا ما باكلش الاكل الحلو غير من ايدك انت.
طول ما انا في مصر يا رياض اخويا وانا مهري من الاكل اللي بيعمله لي نجاتي البواب. ايوه. طب والله يا فخري بيه يا اخوي، انت بدك اللي يقعد معاك هناك على طول ويخدمك ويشوف راحتك ومصلحتك. على ايه؟ هو نجاتي بيعك صحيح، انما هو بيسد والسلام. يا وادينا اهو كل كام يوم اجي انط لكم وارم عظمي بالاكل المعتبر اللي بتعمله وداد. بعوض يا سيدي العك اللي بيعكهولي نجاتي. هو انت بتلحق تروح ولا بتيجي حتى؟ ايوه. انت لازم لك بقى تقعد معانا هنا كام يوم علشان ترتاح. الحقيقه ما اقدرش، لازم انزل على طول. عندي في مصر شويه مشاغل كده اهوت ومصالح لازم اقضيها. ايه دي العيال هيزعلوا لو عرفوا يعني انك جيت ورحت من غير ما تشوفهم. ده انا اللي هزعل قوي لو ما شفتهمش، انما اهو جايز عبال ما الف لفه في الارض مع رياض يكونوا رجعوا من المدرسه ويكون لي نصيب واشوفهم. انما بقى لو حصل وما لحقونيش ابقي سلمي لي عليهم وما تنسيش تديهم الحاجات اللي انا جايبها لهم. ربنا ما يحرمهمش منك ابدا يا سي فخر بيه، قادر يا رب. ربنا يخليك. الله يخليكي. يا سلام. الحمد لله الحمد لله والنعم بالله. ايه يا اخوي كل كمان، انت لسه اكلت حاجه؟ لا ده انا بطني هتتفرقع اكل وانا اقدر تاني. الحمد بألف لله. هنا وشفي، بألف هنا. الله يهنيك يا مرات اخويا، تسلم ايديكي. بألف هنا. اقوم بقى اغسل ايديا، اعمل لك همه شويه عشان نلحق وقتنا. ما تنساش تقول له. طيب هقول له. اهمدي بقى. عاوز تقول ايه يا رياض؟ ما تتكلم. انا عايز اقول يعني الحمد لله الحمد لله، الخير كتير والمحصول زايد وفايض والحمد لله. الحمد لله، ده بمجهودك يا رياض. بفضل الله ونعم بالله. انا كنت بقول ايه يا فخري بيه يا اخوي؟ ايوه يا رياض. ايه؟ لا ولا حاجه ولا حاجه. يا ترى البرتقال عامل ايه السنه دي؟ الحمد لله ماشي كويس؟ رامي كتير اهو زي ما انت شايف الحمد لله. واتفقتوا فيه ولا لسه؟ ايوه امال ايه، اتفقنا فيه وخدنا عربون كمان. مع مين؟ الحاج سعفان. بتاع النول؟ ايوه راجل طيب وابن حلال. طب ده ايه رايك بقى انه عربنا ب 10000 جنيه؟ على خيرة الله. انا كنت بقول ايه يا فخري بيه يا اخوي؟ ايوه يا رياض. إيه؟ لا ولا حاجه. يعني الموالح كده على بعضيها السنه دي ان شاء الله في تقديرك هترمي قد ايه؟ لو الريح طيبه بعون الله اهي تعدي ال50,000. ما شاء الله ما شاء الله. هو انت يا اخويا محتاج فلوس ولا حاجه؟ لا ابدا، فلوس ما متلقحه في البنك، انا بس باخد فكره. يعني اسيب لك ال10,000 جنيه العربون دول معاك يمكن. ليه وعلى ايه؟ خليهم معاك لحد ما تكمل بقيه المبلغ وتورده للبنك زي كل مره بمعرفتك. أنا كنت بقول إيه يا فخري بيه يا أخوي؟ الله، وبعدين معاك بقى يا رياض، ما تتكلم على طول وتخلصني. عاوز إيه؟ بصراحة بقى قعدتك في مصر لوحدك دي ما بقتش نكتة. شيء مش جديد عليا يا رياض. أنا كنت بقول يعني تيجي تقعد معانا هنا أحسن لك. ما أنت عارف يا رياض، بعد المرحومة سعاد وأنا باجي هنا ضيف. حياتي كلها معاها كانت هنا وذكرياتي هنا. الله يرحمها، ست ما تتعوضش صحيح. ما تقلبش عليا المواجع يا رياض، ولا مش عاوزني اجي تاني. ايه ازاي بقى؟ هو احنا عايشين هنا الا بنفسك وبخيرك؟ انا كنت اقصد يعني انك تفك الحزن ده بقى وتسيبك من قعدتك لوحدك دي. قصدك ايه؟ نشوف لك اللي تخدمك، اللي تاخد بحسك، اللي تأنس وحدتك. قصدك ايه؟ اتجوز تاني يعني؟ ليه لا يا اخوي، ما تتجوزش ليه؟ ده انت الف من تتمناه.
بس المهم انا اتمنى مين. شاور انت بس بايديك واحنا نجيبها لك هنا لتحت رجليك. بعد سعاد ايديا مش لاقيه اي حد تشاور عليه ابدا. يا اخويا مش ضروري تكون زي المرحوم، اي واحده تخدم وخلاص. قول انت بس واحنا نجيبها لغايه هنا. هي مين دي؟ مسعيدي. مسعيده؟ اخت وداد؟ ايوه، ست غلبانه ومن كسره، ومن يوم ما جوزها مات الله يرحمه وهي عايشه لوحدها في المطريه، قنعه وراضيه بقليلها، ومش طالبه من دنيتها غير راجل تموت وهي على ذمته. هقول لك ايه يا رياض، صراحه دماغي ما راحتش للموضوع ده، وان شاء الله لو فكرت هبقى اديك خبر. كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. علشان خاطري يا نبيلة، أنا مش متعودة أتأخر عن البيت. يا ستي ما تخافيش، دي كلها ساعة زمن، وبعدين هاخد رأي مين في الحاجة اللي هجيبها. ما أنت عمرك ما خدت رأيي. النهارده محتاجة رأي تاني جنب رأيي، وماجي ما جاتش، وبعدين خطيبي جاية بكرة وعايزة يشوفني على سنجة 10. طب ما أنت أهو على سنجة 10. يبقى بكرة لازم أكون على سنجة 20، حتى لو مليت العربية كلها لبس وإكسسوار. العربية كلها؟ هو أنا هدفع حاجة؟ ما كله من بوتيك بابا. يلا بقى يلا اركبي عشان خاطري. بابا يا بنتي ما تأخرنيش، يلا. طيب. ايه مالك يا فردوس؟ تعالي. ازيك يا سي بابي؟ اهلا بلبلتي، اهلا حبيبتي. فردوس زميلتي في المعهد. اهلا وسهلا انسه فردوس. اهلا وسهلا يا عم. عندك ايه بقى جديد؟ ايه انت جايه النهارده ناويه تعملي غاره على المحل ولا ايه؟ طبعا، انت ناسي ان حسن جاي بكره. المحل وصاحب المحل تحت امرك. ربنا يخليك ليا يا سيدي الكل. اتفضلوا نقوا اللي يعجبكم. ميرسي قوي. ايه رايك في ده بقى يا فردوس؟ دي حلوه قوي. واستني شوفي البلوزات. شوفي دي حلوه ودي كمان. دي أحلى وأحلى. يعني الاتنين حلوين؟ أيوة. يبقى هجيبهم الاتنين. الانسه نقت حاجه ولا لسه؟ أنا لأ، أصلي طب يا ستي دي هديه بسيطه علشانك. علشاني أنا؟ ده جر رجل بس عشان تجيبي ماما وبابا والعيله كلها وتبقي زبونتنا. أيوة يا عمي، بس ما تخافيش مش هتدفعي فلوس. بس ما تاخديها يا فردوس. انت مش زي بلبله. اتفضلي. متشكرة جدا يا عم. اللهم صلي على النبي، دي حاجة حلوة قوي قوي. ايه رأيك يا ماما؟ رأيي؟ هي دي عايزة رأيي، دي جميلة جدا جدا. مرة من نفسي ألبس حاجة عليها القيمة. ودي جبتيها منين بقى؟ من بوتيك بتاع أبو بنت صاحبتي. ودفعتي تمنها منين؟ من غير فلوس، هو اداها لي هدية. هدية؟ بمناسبة ايه الهدية دي بقى؟ علشان أول مرة أروح للبوتيك بتاعه. وايه اللي وداكي هناك؟ ما أنا رحت مع بنته. وتروحي مع بنته ليه؟ أصل بنته قصدتني أختار معاها شوية حاجات من هناك يا ماما، فرحت معاها. وانت مالك ومالها؟ وتروحي معاها ليه؟ ايه يا ماما، صاحبتي وقصدتني في حاجة، فيها حاجة دي فيها حاجات مش فيها حاجة. طول عمرك رايحة جاية ما شفتكيش راجعة بإيدك فيها شيء. يعني ايه؟ اوعي تفتكري يا ماما ان انا فرطت نفسي عليها علشان حاجة زي كده. هي دي برضو فكرتك عني يا ماما. مش عايزة حد يمد ايده ويديكي. وان كنت بسكت لما اشوف مرات عمك تجيب لك حاجة بقول دي في مركز الام، وما تفتكريش ان ده سهل عليا ابدا. انما اللي ما بلعوش ابدا ان اي حد غريب يمد ايده ويديكي. طمني يا ماما، انا عمري في حياتي ما فرطت نفسي على اي حد، ولو ما كنتش حسيت في عينين ابوها وهو بيديها لي بنظرة الاب وحنيته انا ما كنتش خدتها منه. وعلى كل انا مستعده اقلعها دلوقتي حالا لو حضرتك متضايقه. انا امك يا فردوس، لازم حاجة عليكي واسأل واستفسر، خصوصا في الظروف اللي احنا عايشينها دي. بنتي مين اللي هيخاف عليكي غيري يا فردوس؟ ما تخافيش عليا يا ماما، اطمني، واوعدك ان عمري ما هقف قدامك في موقف تلوميني عليه ابدا. ربنا يهديك يا بنتي ويكملك بعقلك ويرزقك بابن الحلال اللي يعوض صبرك وصبر خير يا فردوس. تعالى خش يا نجاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
تعالى يا سيدي. الف 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 حمد لله على السلامه يا بيه. الله يسلمك. العماره كانت مضلمه من غيرك يا بيه. وانا بقى نور الظلام. مش بس العماره دي، الدنيا كلها كانت مضلمه يا بيه والله. يا راجل يا اوانطاجي يا بكاش. الله يا بيه ده كلام من القلب للقلب. هو انا لحقت اغيب يا نجاتي؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي، شوف الخير الفلاحي ريحته تفتح النفس. ايوه يا عم، اديني جايب لك شويه خضار صابحين اهم عشان ما تزعلش. اهو ده الكلام يا بيه، مش يبقى الخير هناك طازه ومورد واحنا بنشتري هنا الخضار الوقيع. وخلي بالك السبت ده بقى فيه فخدتين ضاني من اللي قلبك يحبهم، ابقى احطهم في الديب فريزر احسن يخسروا. تسلم يا بيه وتسلم مجايبك. اهو كده بقى نعمل اللي على كيفنا، نشوي ونحمر ونشمر ونسلق، نعمل كل حاجه يا بيه. انت بتعرف تعمل حاجه يا بيه؟ ده انا بتاع كله يا بيه. يا عم انت مصوعني معاك. غلبان. المهم بكره بقى ان شاء الله جايالك صفيحه عسل نحل كبيره قد كده اهوت، اصلي نسيتها هناك ووصيت السواق يبقى يجيبها معاه بكره. بس صفيحه كتير قوي يا بيه، ده احنا قبل ما نخلصها يكون العسل سكر. يا سيدي واحنا لازم نخلصها. هادي منها للحبايب يا نجاتي، ادي شويه لفوزي وخد لك شويه. العسل هديه مستحبه يا نجاتي. ايه مش هتقعد تذاكر ولا ايه؟ لا خلاص، ما دام صورت لي الملزمتين يبقى مفيش داعي للقعاد. يا نمرود، اول ما اصور لك الملزمتين عايز تسيبنا وتخلع. لا والله يا راضي، بس وقت اليومين دول مش ملكي. ليه بقى يا سيدي؟ اشتغلت دكتور من ورانا وبتدرس في كليات تانية ولا ايه؟ حاجه زي كده يا عم عادل. حساب الملزمتين كام؟ 3 جنيه وربع. اتفضل. ادي 1.5 2 3 وربع. ما تخلي. شكرا. دي فلوس يا عم اهي. الظاهر التحويل وصلت. حاجه زي كده. انت عليك النهارده اسمه حاجه زي كده؟ حاجه زي كده. الله ده علق. هسيبكوا بقى وامشي. الله برضه هتنزل؟ غصب عني بقى. طب استنى اجي اوصلك. لا خليك، انا عارف السكه. سلام. الواد جرى له ايه؟ والله ما انا عارف. مش عارف اليومين دول بيتنطط علينا ليه؟ هو حر. على رايك خلينا في اللي احنا فيه، نذاكر لنا كلمتين احسن. يلا. يقطع المذاكرة وسنين المذاكرة، والله ما خابر ايه اخر التمكيك العينين دي. اخرتها 45 جنيه هم يقبضوا اخر كل شهر، ده لو جالك تعيين. طب وربنا المعبود ده حاجه اخر هبل في هبل. ليه؟ بقى الواحد يجي له داء العمى في عينيه واخرتها يقبض ملاليم. طب ما الواحد يروح يشتغل نجار ولا استرج احسن. ما تروح يا اخويا، ايه اللي حايشه؟ يا ابويا يا سيدي عايزني ابقى دكتور. تقولش ايه اللي الدكاتره ولا كتر عيانين. أيوة. ده العالم دلوقتي بقى كلها زي السخونه وصحتها عن العال. البركه في التلفزيون يا سيدي، عمل وعي صحي. طول ما تدي ظهرك للترعه عمر البلهارسه في قفاك ما ترعى. ولا الست كريمه بتاعت محلول. ايوه اللي بتقول ان جعل له جفاف اديله محلول، وان جعل له جفاف اديله محلول، وان جاله محلول اديله جفاف، وان جعل له جفاف اديله محلول، وان جعل له جفاف اديله محلول، وان جاله محلول اديله جفاف، اديله 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 كده ما ينفعش. عايزين نذاكر، عايزين نشوف مستقبلنا. لولا مستقبلنا ما كناش جينا. لولا ايه؟ لولا مستقبلنا. لولاكي لا 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 ولولاكي لا 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 ولولاكي لا 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 لا. ايه ده؟ ايه الازعاج ده؟ وبعدين بقى، بعدين في الورستان ده واحد ما يسمعش شويه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السخيه دي؟ ايه القصه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في الشقه يا بيه، احنا في شقتنا. شقه ايه ونيله ايه؟ الواحد مش عارف ياخد راحته في بيته. احنا كنا جينا عندك، احنا بنرقص في شقتنا وبراحتنا. ايه الحكايه بالظبط يا عسران؟ ما خبرش، البيه باين انه زعلان عشان بنقول له لاكي. وما قال لك ايه؟ خلاص نقول الحاجه اللي تعجب البيت.
وانا بصفه طالب في كليه الطب بنصح حضرتك يا سعاده البيه طول ما تدي ظهرك للترعه ايوه عمر البلهارسه بجدة حضرتك ما ترعى. ايه ده يا ولد؟ اديله محلول اديله محلول انا محلول اديله نباتي يا نباتي انت يا نباتي تعالى يا فوزي حاجه ازاي ده يا فيكم في ايامكم عاملين هيصه وقلب الدماغ جاي بكلمهم قالوا ادبهم عليا. قالوا ادب صحيح. انا بقى هربيهم هطلب البوليس واعلمهم الادب. وانا معاك يا فخر بيه. في ايه يا فخر بيه؟ انت فين يا نجاتي؟ كنت بجيب طلبات الدور الثالث يا دي لا مؤاخذه معلش. في ايه؟ العيال هنا انتوا مسكنهم دول اساءوا الادب على فخر بيه. انا هطلب لهم النبته. نبته ايه بس يا بيه وبوليس ايه؟ انا هتصرف في كل حاجه. يجي اللي مسكنهم يتصرف معاهم، يجي صاحب العماره يشوف البلاوي اللي مسكنها في عمارته دي. اهدى بس يا سعاده البيه وانا هتصرف في كل حاجه. لان ادب ووقاحه يجي لي حالا والا هبلغ البوليس. ايه يا نجاتي مسكوت كده ليه؟ لا مؤاخذه يا ست هانم سعود موجود؟ ايوه موجود. اندهيله بسرعه عشان عايز ضروري. حاضر. يا سعود عوض افتح. 100 مره يا حكمه قلت لك ما تخبطيش عليها وانا جوه. نجاتي عايزك. نجاتي؟ نعم. ايه اللي جابك يا سيف؟ جايب الشديد القوي يا سعود. ايه اللي حصل؟ الطلبه عاملين قلق مع سي فخري جامد قوي وكان هيجيب لهم بوليس النجده لولا اني حوشته. بوليس النجده في عمارتي انا؟ هي حصلت لي كده؟ واكتر من كده يا سعود. طب استنى ما اغير هدومي واجي معاك. كمان بس. هي ايه حكايه الطلبه دي يا حكمه تسيبينا في حالنا وخليكي في حالك انت. حالي؟ والله انت اللي ما حد عارف لك حالي. دي اخرتها افتح لكم الشقه السياحه اللي عندي في العماره واقول معلش يا عوض دول زي ولادك دول تعملوا فيها كده. واحنا كنا عملنا ايه بس يا عم عوض؟ دول كلهم كانوا شويه تفاريح. تفريح مش في بيتي مش في عمارتي، دي عماره كلها عائلات. لا الفوضى دي ما تعجبنيش، اللي عاجبه يقعد بأدبه والا في الضوء سيره. خلاص يا عم عوض احنا غلطانين. مش غلطانين يا سيدي، غلطانين في حق الراجل المحترم ده عشره عمر لا عمره اشتكى منا ولا اشتكينا منه ابدا. تيجوا انتوا في اخر الزمن تعملوا لي مشاكل. خلاص يا عم عوض حقك عليك. خلاص يا عم عوض احنا محاويل لك. اسمع يا نجاتي، اذا حصلت الفوضى دي تاني مره انت المسؤول تفضي الشقه. خلاص يا سعود في رقبتي انا الشغلانه دي، هي بس كانت معاهم كده. يلا يا اخواتي اهو اتفضلوا شوفوا اللي وراكم ايه. يلا يا اخويا يلا يا حبيبي اقفل الباب. بس عوض دول عيال كويسين وطيبين وعال، هي بس كانت معاهم كده. معلش يا سي فخري ان شاء الله تكون مرضي عني. مرضي يا سعود؟ خلاص حصل خير، بس انا بقى اللي مش مرضي واخد على خاطري منك. ليه بقى يا سعود؟ معقول يا سي فخري بعد العشره الطويله دي عاوز تجيب البوليس العماره، عاوز تشبه لي عمارتي؟ انت اصلك ما عرفتش وما شفتش اللي عملوه فيا. يا سيدي تمسك نفسك ابعت وهات لي، انما تجيب لي بوليس النجده واحنا طول عمرنا عايشين بسمعتنا. خلاص بس عوض انت هتعملها زعلة بجد. لا 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 انا زعلان فعلا واخد على خاطري منه قوي. وحد يزعل برضه من فخري بيه. وفخري ما يرضاهوش برضه ان حد يزعل منه. تعالوا اتفضلوا نقعد جوه على رواقه ونصفي الموضوع ده، انا ما يخلصنيش زعل سعوض. يا سلام هو ده الكلام. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل يا سعوض، انا ما يخلصنيش زعلك ابدا. اتفضل يا استاذ انت اصلك ما شفتش الهيصه اللي كانوا عاملينها، لا فيه احترام لجار عيان ولا ساكن تعبان ولا حاجه ابدا، وبعد كل ده يطول عليا كمان. دي ما يعلم بيها الا ربنا يا فخري بيه. انا اصلي احب الهدوء وطول عمري عايش في حالي، وما اخبيش عليك اللي مخليني قاعد في الشقه دي ان المنطقه هاديه وكل اللي حواليا ناس محترمين، الجيران وعم نجاتي والاسطى فوزي. الله يكرمك ويكرم اصلك يا فخري بيه. بعدين انت عارف يا سعوض ان انا راجل مقتدر والحمد لله، يعني اقدر من بكره اسكن في شقه على النيل، بس انا خلاص خدت على الشقه دي والشقه دي خدت عليا. لا 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 ما يخلصهاش تسيبنا انت كمان يا فخري بيه، ده احنا عشره عمر. يعني صافيه لبن حليب يا قشطه. الحمد لله الحمد لله ان ربنا تمم الموضوع بخير. هو في خير احسن من اللي احنا فيه ده؟ ده انا لو اعرف ان المشكله دي هتلمنا كده كنت عملتها من زمان. يا سيدي من غير مشاكل، احنا مستعدين نزورك ونقاسك كل يوم، احنا هنلاقي حظ منك يا راجل. ربنا ما يحرمني من ودكم ابدا ويديم المعروف بينا. امين امين يا رب يا رب. وبمناسبه المعروف دي بقى هسمعكم السمع المحترم اللي يتسمع بصحيح،
مش الاغاني الهلس اللي مدورينها الشباب بتوع الايام دي. ايوه يا سيدي. يا سلام. اسمعوا بقى واتغذوا. يا صلاة النبي أحسن، دي الحاجات اللي تتسمع بصحيح. حقيقي القديم مفيش أحسن منه. أيوه من فات قديم وتاه. انا بقى طول عمري عايش مع القديم. صالح عبد الحي، سيد درويش، زكريا احمد، الست ام كلثوم، الاستاذ محمد عبد الوهاب. هي دي مزيكتنا، وهم دول الناس اللي يتسمعوا بصحيح. طبعا مش زي دلوقتي هيك ايه مولد عايشين في المولد احنا. ايوه اقول لك عليه التطور فاهم. ده تدهور بعد عنك مش تطور. التطور يا اسطى فوزي اننا نرجع لاصلنا ونطوره، مش نستورد من بره ونقلده. يا سلام، ادي الادوار اللي تتسمع ولا بلاش يا جدعان. جدع يا نجاتي جدع. طب يلا بقى خش اعمل لنا لقمه كده علشان القعده تحلو. بالعنايه يا فخري بيه. تحب اكلكوا ايه بقى بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ التلاجة عندك جوه مليانه والحمد لله. شوف لنا اي حاجه خفيفه كده. من عناية بيه. ولا اقول لك في فخده ضاني جوه، اعمل لنا عليها صينيه بطاطس. ولا انتوا بقى تفضلوا العشاء الخفيف؟ هو في اخف من كده بقى؟ شوف بقى، ادام فيها فخده ضاني سيبوني اعمل لكم الاكله دي، هاكلكم اكله ما كلتوهاش قبل كده. بس هنتعبك يا اسطى فوزي. لا تتعبني ايه، ده مزاج عندنا الفخر بيه حكايه الطبيخ والمطبخ دي. بس لا مؤاخذه، عندك سمن بلدي؟ كله موجود، ونجاتي عارف مكان كل حاجه. خلاص معايا نجاتي عشان تساعدني جوه في المطبخ وتخلط لي فحل بصل زيك كده. ماشي يا سي فوزي، معايا يا عم بطل. حته راجل. سامع يا سعوض. الا من حق ليك في الطاوله يا سعوض. كنت بلعبها زمان كده. طب يلا بقى تعالى لما نرجع الزمان تاني. عاوز نرجع الزمان تاني؟ قول لي الزمان ارجع يا زمان. انت مالك؟ تعالى يا سيدي اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايوه يا سيدي. اتفضل يا سيدي. ايوه يلا يا سيدي. الابيض بقى ولا الاحمر؟ اي حاجه تعجبك. الابيض. ماشي يا عم. عاده ولا محبوسه؟ حبس. ليه بس الحبس؟ ما تخليها عاده احسن. انا اصلي بحب العاده لانها زي حياتي، هاديه وراسيه. وانا بحب الحبس لانها زي حياتي، فلوس وزباين، يا حبستهم يا يحبسوني. ازاي بقى؟ يا حبست دم الزبون وخدت منه حقي، يا هو حبس دمي وكل عليا حقي. دي فلسفه جامده قوي يا سعوض. ناير يلا يا سيدي ناير. من اولها كده رك على اخرها. طب يلعب بقى. يا كيدو. واضح ان شغلتك كلها قلق وتعب مع الزباين يا عوض. التجاره كده فخر يا اخويا، لازم نشتغل عشان نفتح بيت. عندك حق، وفتح البيوت النهارده مش بالسهل. كل حاجه بقت غاليه، اكل شرب لبس. ده كيلو اللحمه يا راجل بقى ب 14 جنيه. هو بقى ب 14؟ ما انت بتشتري وعارف. العب العب. طبعا بس انا بقى بدي الجماعه المصروف وهم بيجيبوا كل حاجه. انما انت ايه اللي خلاك تأجر الشقه دي للطلبه يا سعوض؟ ما هي طول عمرها كانت للسواح والناس الهاديه المحترمه. بدل قفلتها فخر يا اخويا، والقرش اللي بيجي منها بيساعد على المعايش. هديك بتقول كيلو اللحمه بقى ب 14. اي والله، اذا كنت انا بطولي وبشتكي، امال اصحاب العيال يعملوا ايه؟ لا اسالنا انا بقى على العيال ومصاريف العيال. ده انا عندي الواد الصغير ثانويه عامه السنه دي بيكلفني 300 جنيه في الشهر دروس خصوصيه. 300 جنيه؟ ده غير ملابسه ومصروفه. ده بياخد مني 100 جنيه في الشهر مصروف ايده يا راجل. ياه، وليه كده يا عوض؟ ده المال الكتير ممكن يفسده. انت ما بتقراش اللي بيحصل اليومين دول في الجرايد ولا ايه؟ لا ازاي؟ ده انا بشتري الجرايد كلها يوميا عشان ابني جلال اللي في الحقوق بيحب يقرا الحوادث. هو في سنه ايه السنه دي؟ في الاخرانيه. اهو ده لوحده كوم في المصروف. كتبه السنه دي قطع 1000 جنيه. ياه، هي غليت قوي كده؟ ايه كتير؟ متهيألي. لا، ما انا بقى بحب اجيب له كل المراجع اللي في السوق كمان.
اذا كان كده يبقى معقوله. اللي كتبها مش غاليه صحيح، اخته قطعت السنه دي 200 جنيه بس. هي في جامعه هي كمان؟ لا معهد، بس العمليه مش عمليه كتب وبس، دي بنت وانت عارف بقى مصاريف البنات. يا سيدي ربنا يخليها لك، ما هي بنت وفي وسط بنات وعاوزه تظهر. لا من الناحيه دي انا ظاهرها قوي، اللي بيلبسوه بنات كوم واللي بتلبسه بنتي كوم. ربنا يعينك يا سعاد ويوسع رزقك عشان خاطر عيالك. امين يا رب. خليل يا فندم موجود. ازيك يا عم عوض؟ يسلم ازيك يا سي رزق. مين يا رزق؟ انا عوض استراتيفه. عوض مين؟ بتاع الشنطة؟ ايوه بتاع الشنطه. اتفضل اتفضل يا عم عوض. يزيد فضلك يا ست لطيفه، اوعى حبيبي من سكتي. سيبه يدخل يا رزق. ايوه اتفضل يا عم عوض. امال خليل يا فندم فين؟ اتفضل اقعد. احنا قعدنا يا ستي. اقعد بقى يا راجل، من امنك لم تخونه ولو كنت خايف. نعم. الغيارات بتاعت رزق اشمعنى؟ من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، غسله والتانيه ورسلت ودابت. انا عمري لا اشتريت بضاعه ممثله ولا دايبه. يعني امك بتكذب عليك؟ اسكت انت يا ابني، انا بضاعتي زي الحديد. تصدقي وتؤمني بالله لا اله الا الله. انا القماشه بتاعت بضاعتي بيعملوها باراشوتات. برا ايه يا اخويا؟ شوتات. يعملوها شرطات، يعملوها جزم، الميه تكدب الغطاس. وري له يا واد الفانيلا. ايه ده؟ لا يا ابني دي مش بضاعتي دي. دي الفانيلا دي كمان صلبه حيلها شويه. لا شفت اللي لا 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 لا، ولا اللي ولا اللو، احنا خلاص بعنا وأيدنا وخلصنا. وانا ايه مغسل وضامن كنا؟ يعني تسكعنا بضاعتك الشايطه وخلاص؟ ولا سكع ولا فقع، فين خير يا فندي يحضرنا؟ الله طالع على السلم وسامع صوتك ملاعلع يا عم عوض. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني رجلك خدت على الخط ده يعني؟ الخط ده احسن من الخط التاني ولا ايه؟ منور منور. ولا منور ولا مدور، الراجل يسكعنا بضاعته الدايبه ويقولوا انتوا اشتريتوا خلاص. دايبه ايه يا ست لطيفه؟ ايه شوف غطي يا غطي. ايوه متهيألي احسن نغطي، ولا ايه يا خليل افندي؟ مش نغطي احسن؟ كلك نظر اللي تشوفه يا عم عوض. اللي يشوفه ده ايه يا راجل انت؟ مش تتكلم تقول حاجه؟ اتكلم اقول ايه يا لطيفه؟ الغيارات وراحت لحال سبيلها وخلاص. الله عين العقل عين العقل والله. هو ده اللي خرج من جهدك؟ يسكعنا غياراته الشايطه ونسكت؟ بلاش خليه يتكلم. اتكلم يا خليل افندي، خلاص انت تتكلم وانا اتكلم وتبقى فضيحه في البلد وشوشره، واللي ما يعرفش يعرف، وكل ده عشان الفلتين دايبين. اتكلم يا خليل افندي. مالوش لزوم الكلام يا عم عوض، الغيارات وراحت لحال سبيلها يا لطيفه. شفت الراجل اللي هيجنني؟ يا راجل انت بتلاقي فلوسك في الشارع، ده انت يا دوبك ملاحق علينا بالعافيه. والله عندها حق يا اخي، هتلاحق على مين ولا مين ولا مين؟ يا عم عوض احنا محقول لك، وادي ايدك ابص ابص اهو. يا لهوي الراجل هيجنني هيفرسني. هتتكلم انت ولا اتكلم انا؟ عشان الهانم ما تتفرس. لا فرسه ولا هرسه يا عم عوض، يعني نخرب البيت علشان غيارين يا لطيفه. هو خرب بعقل، ده هيبقى خراب مستعجل. دلوقتي حسابنا يا خليل افندي ايوه 63 جنيه. هتدفع حاجه نخصم منه، ولا هتاخدوا حاجه ونعلي عليه؟ احنا لا هنعلي ولا هنبلي، كفايه بقى اللي بلتنا بيه. لا مؤاخذه، انا بتكلم مع راجل البيت. طب ما تتكلم يا راجل البيت، قول حاجه يا راجل البيت. اتكلم اقول ايه؟ اقول ايه بس؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم استر معنا يا رب، وبارك في أولادنا واهديهم للخير يا رب. الله. حرم يا فندم. جمعا يا ابني إن شاء الله. في حاجة عاوزة توقيع؟ ايوه يا فندم. ده طلب بند خدمه متقدم من عم سعيد الفراش، لانه خلاص هيخرج معاش. ياه عم سعيد الفراش، شوف الأيام بتجري إزاي. الراجل ده خادمنا بمنتهى الإخلاص. أنا هعمل له استثناء وأمدله سنتين بإذن الله. سيب لي الطلب ده. ربنا ما يحرمنا منك يا فندم. أيوه في حاجة تانية. ودي طلبات لصرف معاش استثنائي لبعض المواطنين اصحاب حالات العجز الكامل يا فندم. وعملت لها البحث الاجتماعي اللازم؟ ايوه يا فندم، وعلى توقيع سيادتك. طيب يا سيدي، حاضر. ايوه
مين اللي عمل البحث الاجتماعي بتاع الطلب ده؟ ده الاستاذ سمير على نيابه يا فندم. وهو اللي عمل له استحقاق معاش؟ ايوه يا فندم. صاحب الطلب ده انا عاوز اشوفه بنفسي، خليه عندي. استنى. اتفضل. بقول لك ايه؟ ايوه يا فندم. قول الاستاذ سمير لما يجي له موقع الطلب ده يطلع لي بيه هنا على طول. حاضر يا فندم. خد يا عم سجلهم عندك واعمل اجراءات الصرف على طول. كله خد موافقه؟ كله خد موافقه ما عدا الطلب ده. غريبه، الطلب ده كنت فاكره اني اوافق عليه على طول. اشمعنى يعني؟ ابدا، كنت عايز اكتب صاحب الطلب ده. طب اول صاحب الطلب ده انا هجي لك تاخده واديه لسياده المدير بنفسك. هو اللي قال كده؟ ايوه. ماشي. على العموم هو زمانه جاي بيعدي كل يوم عليا يسال عليه. طيب. ايوه يا كوثر. لا حاجه في ميعادي ان شاء الله. اشتريهم انت زي العاده. انت عارفه ان ذوقي بيعجبني دايما. طيب مع السلامه. ادخل. صاحب الطلب اللي طلبت سيادتك تقابله يا فندم. خليه يتفضل. السلام عليكم يا حضرة المدير. انت برضو يا عوض.